قبل ما نبدأ السيناريو بتاعنا عايز أقول لكم إن راجع لكم بقصة خيالية جامدة جدا وعالمية، شوية أكشن وإثارة هندية مية مية، وعلشان كده بطلب من حضراتكم تفضلوا معانا لنهاية السيناريو لأنها هتبقى بجد خرافية. فيلم هندي جديد إنتاج 2025. وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لأن ده أهم حاجة عندنا، ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ في يوم في عز الليل والمطر مغرق المكان، وبنشوف موسى رئيس دار الأيتام وهو بيتكلم من كابينة التليفونات مع واحد وبيطلب مساعدته لأن أوضاع الدار بقت سيئة جدا والأطفال ما بقوش لاقيين ياكلوا، لكن الشخص ده ما بيردش. وساعتها بنفهم إن في ناس كتير وعدوا يساعدوا الدار، سواء اللي وعد موسى إنه هيوفر الأكل اللازم للأطفال أو اللي وعد بتعليمهم أو غيرهم كتير، بس للأسف كلهم كان هدفهم الأساسي إنهم يسوقوا لنفسهم عن طريق الدار. طب حد فيهم وفى بوعده؟ لا طبعا. ونتيجة الكذب ده حال الدار اتدهورت وبقى الوضع مأساوي لدرجة إن الأطفال ما كانوش لاقيين لقمة يسدوا بيها جوعهم، حتى المبنى نفسه بقى شبه مهجور والمطر بقى بينزل عليهم وهم نايمين من كتر ما السقف متبهدل ومخروم. وفي يوم كانوا الأولاد قاعدين بيتكلموا مع بعض عن الحالة اللي وصلوا ليها وبيقولوا إن كتير من المسؤولين وعدوهم لكن محدش نفذ حاجة، ورغم إن رئيس الدار عم موسى طيب وحنين عليهم لكنه مش قادر يوفر لهم حياة كريمة ومستقرة. وساعتها بيرد رام وبيقول لهم بس احنا مش لوحدنا، احنا عايشين في الهند بلدنا مع اخواتنا الهنود اللي هم عيلتنا، وانا هعلمكم كل حاجة، القراءة والكتابة، ومع بعض هنقدر نرجع الحياة للدار من تاني. وبيتحمسوا كلهم وبيتفقوا انهم ينفذوا كلام رام. وتاني يوم بيروح رام لواحد من المسؤولين اللي وعدهم بالاكل والشرب وبيدخل له دخلة رايقة وهو قاعد في عربيته، وكان رام بيبيع بلالين في الشارع وراح اداله بالونة من باب العربية. ولما الراجل رفض يشتري رام بدأ يستعطفه لحد ما فعلا الراجل اشترى بالونات لبنته، لكن اول ما البلالين دخلت العربية فرقعت وخرج منها مخدر خلى الراجل وبنته يناموا. بوقتها استغل رام الفرصة وسرق مفاتيح الراجل، وبعدين قدر يوصل للفلوس وبعت مبلغ كبير للدار. اما في الدار موسى استلم الفلوس وهو مصدوم لانه ما جاتلوش مبالغ بالشكل ده من فترة طويلة، وافتكر وقتها ان الفلوس دي من حد من الممولين القدامى. ومن اليوم ده والدار رجعت فيها الحياة من تاني وبدأوا الاولاد ياكلوا بجد وبشراهة كأنهم ما كلوش من سنين. اما رام ما وقفش عند كده وراح للمسؤول التاني اللي وعدهم بالتعليم والحياة المستقرة وخبط على باب بيته على اساس انه مندوب من البوسطة، وفتحت له مراته ولما سألته هو مين قال لها انه مندوب ومعاه جوابات، وسألها تبقى هي مين فعرفته انها صاحبة البيت ومرات المسؤول. فقال لها ازاي تبقي مراته والصور اللي معاه بتقول انه متجوز واحدة تانية. فاخدت الصور منه وهي مصدومة واكتشفت فعلا ان جوزها بيخونها، وراحت مدياله علقة محترمة وطرداه من البيت لان كل الاملاك والفلوس والنفوذ بتاعتها هي مش بتاعته. اما رام اتسرسب وطلع الدور اللي فوق من البيت وسرق الفلوس اللي فيه وبعتهم برضه للدار. ومن هنا حياة رام اتغيرت تماما من طفل يتيم اسمه رام لشخص مختلف تماما اسمه روبن هود، واللي بقى اشهر نصاب وحرامي في الهند اللي اتعرف من يومها بلقب روبن هود رئيس المساواة وحاكم العدل ومساعد الفقراء. وده لانه ببساطة بياخد من الاغنياء والنصابين الكبار وبيدي للغلابة اللي على قد حالهم. وطبعا روبن اللي هو رام بيتشهر جدا في الهند وبيبقى قدوة لناس كتير وبتنتشر حكاياته في كل مكان، بس الوضع ده مش بيعجب الحكومة خالص لدرجة ان الوزير بنفسه بيتدخل وبيطلب من قائد القوات انه يلاقي حد كفء يقدر يقبض على روبن. وبالفعل بيرشح قائد القوات للوزير شخص اسمه فيكتور وبيقول عليه الراجل ده كلب حراسة شرس جدا وهيكون اكتر واحد مناسب للمهمة دي. وفعلا بيبدأ فيكتور مهمته الجديدة في الوصول لروبن، لكن روبن ما بيكونش صيدة سهلة ابدا وبيفضل يلف فيكتور وراه في كل حتة ومرمطه حرفيا، وكل عملية بيدخل فيها بيطلع منها زي الشعرة من العجينة تحت عيون الشرطة اللي مش عارفة هو مين اصلا. وذكاء روبن كل مرة بيبقى خارج كل التوقعات ومش بيسيب وراه اي دليل يوصل لهويته الحقيقية. وفي نفس الوقت بيرجع كل يوم بعد المهمة للدار وسط الاطفال الجداد واللي بيكون بالنسبة لهم زي الاخ الكبير. وفي يوم بيطلع في مهمة جديدة لكن المرة دي مش زي كل مرة، ده كمين من فيكتور اللي لما فقد الامل في انه يقبض عليه بالطريقة العادية قرر يعمل له فخ يليق بيه. وبيتحرك روبن ناحية المكان اللي فيه المهمة وبيدخل الأوضة، لكن المرة دي مش بيعرف يخرج وقوات الشرطة بتكون حصرت المكان بالكامل وتمركزت حوالين المبنى. وبيطلع فيكتور ومعاه قوات من الشرطة علشان يقبضوا على بطلنا روبن اللي فاكرين انه جوه الأوضة، لكن أول ما دخلوا لقوا المكان فاضي فبدأوا يتحركوا، اللي طلع فوق المبنى واللي نزل يفتش تحت واللي وقف في المدخل وقفلوا كل الطرق ومفيش
مفيش منفذ واحد ممكن يهرب منه روبن. وساعتها روبن حس انه محاصر، وكل لما بيجي يخرج من مكان بيلاقي الشرطه في وشه، فقرر يستخبى فوق المبنى بسرعه قبل ما فيكتور يوصل له. وفي اللحظه دي بيظهر فيكتور على سطح المبنى وبيبص حواليه، وبيفهم ان مفيش اي طريق للهروب، لكن لمح ان في حد مستخبي ورا المبنى، فرفع السلاح بحذر وقرب من المكان. بس وقتها روبن اختفى، وفيكتور ملقاش ليه اي اثر، ولف علشان يرجع مكانه، فلقى رام واقف وراه وماسك حديده في ايده ولسه هيضربه، لكن بيمنعه صوت واحد من قوات الشرطه وهو بيقول له ان فيكتور مش روبن، ده واحد من اكفأ الضباط اللي عندهم. فبيعمل فيها رام انه مصدوم ومتعصب لان روبن هرب، وبيشرح وقتها الشرطي لفيكتور ان ده مش روبن وان ده رام، وانه من اول الاشخاص اللي بلغت عن روبن، وده علشان هو اللي تسبب في موت ابوه. وطبعا دي كانت حركه ذكيه جدا من بطلنا، وده علشان يغطي على هويته الحقيقيه، ولو يوم الحكومه مسكته يبقى عنده قصه تغطي عليه زي اللي حصل دلوقتي بالظبط. ودي لحظه بتبين الذكاء الخارق بتاعه واللي دايما سابق بخطوه. بس الكلام ده ما عجبش فيكتور ابدا، واتعصب جامد وبدا يزعق لرام وقال له انت مالكش دعوه بشغل الشرطه. فرد عليه رام بكل ثقه بس دي مهمتي زيكم، وانا هنا علشان اخد حق ابويا. فبيتعصب عليه فيكتور وبيكون هيضربه، فبيمنعه الشرطي، فبيهدد رام انه لو شافه مره تانية في اي حاجه بتخص روبن هيقبض عليه وهيقول ان هو روبن وهيقفل القضيه على كده. فبيمشي رام، واول ما بيبعد فيكتور بيطلب من الشرطي انه يبعت حد يراقبه لانه بدا يشك فيه. وفعلا رام بيلاحظ ان في حد ماشي وراه، بس كالعاده بيستغل ذكائه، وكان في حادثه على الطريق فاستغل الزحمه وزوغ من اللي بيراقبوه وركب عربيه الاسعاف مع المصاب واختفى من تحت عينيهم. وبعد شويه بيوصل الدار وحالته متبهدله تماما، وبيقابل زمايله وبيقول لهم انه قرر يبطل الشغلانه دي وهيشتغل شغل طبيعي، شغل بالحلال يجيب منه دخل ثابت بدل اللف والدوران اللي شايفينه ده. وبيقول لهم ان القرار ده خده علشان خايف عليهم ومش عايز حد من الاطفال يتاذى بسببه، ولا حتى موسى يحصل له حاجه بسبب اللي بيعمله. وفي الوقت ده وفي مكان تاني تماما، وتحديدا في استراليا وفي بيت فخم جدا، بنشوف نيرا وهي قاعده مع باباها وبتتكلم معاه وهي متضايقه جدا، وبتقول له انا مش عاجبني الحال اللي انا فيه ده، والكل بيتعامل معايا علشان نفوذك مش علشاني انا، ومحدش يعرفني شخصيتي. وبتفتكر اخر اجتماع كانت فيه مع باباها وكان ولا واحد من الحاضرين يعرف اسمها حتى، وبتقول له انها زهقت ونفسها الناس تعرفها لموهبتها مش علشان بنت رجل الاعمال الكبير. ونيرا كانت شايفه نفسها شخصيه ذكيه ومبدعه وحاسه انها تقدر تبني كيان لنفسها بعيد عن اسم ابوها. وفي اللحظه دي باباها بيخرج من المكان وبيقعد يتكلم مع المساعد الخاص بيه وبيحكي له عن اللي حصل، وفي نفس الوقت كان واقف معاهم جيوتي المساعد الشخصي لنيرا، وكان متاثر جدا وعينه مليانه بالدموع، وبيقول لهم انتوا ظالمين نيرا والمفروض تسيبوها تعبر عن نفسها وتدوها فرصه تشتغل بجد وتثبت نفسها. لكن مساعد والد نيرا بيرد عليه ببرود وبيقول له يا جيوتي، نيرا من زمان وهي فاشله رغم انها كانت بتذاكر بس كانت دايما بتسقط، لدرجه ان مدرسها جاله شلل وهو بيعلم امتحاناتها، ولما كبرت اشتغلت في الشركه بتاعت باباها وسببت خساره كبيره جدا ونسبه الارباح قلت لدرجه ان خصوم والدها بعتوا لها رساله شكر، وهي كانت شايفه ان ده انجاز، وعلشان كده ما ينفعش نسيب نيرا تتصرف لوحدها، ولو حصل كده الدنيا هتتبهدل بمعنى الكلمه. وجوه الفيلا بتيجي مكالمه نيرا من عمتها اللي بتقول لها انها وحشاها ونفسها تشوفها، وكمان جدها وباقي العيله عاوزين يشوفوها وبيطلبوا منها تنزل الهند باسرع وقت علشان يشوفوها. بس اللي نيرا ما تعرفهوش ان في اللحظه دي كان مرفوع سلاح على عمتها واكتر من كده وعلى كل فرد من العيله، كان تحت تهديد عصابه خطيره جدا. فيا ترى ايه علاقه نيرا باللي حصل وليه هم عايزينها هي بالذات؟ كل ده هنعرفه كمان شويه بس ما تستعجلوش. المهم نيرا بتوافق انها تسافر الهند وبتروح تقول لباباها انها عايزه تشوف اهلها، بس هو بيتعصب عليها وبيزعق وبيقول لها انه مش هيسيبها تمشي وتسيبه لان اهلها ما سالوش في امها من زمان واكيد مش هيهتموا بامرها دلوقتي يعني، وبيسيب لها البيت وبيطلع يقعد مع المساعد بتاعه بره وهو متعصب، والمساعد بيحاول يهديه وبيقول له يسيب نيرا تسافر وهو هيتولى تامينها هناك. وفي اللحظه دي بتيجي نيرا وبتقول لهم بكل حسم انها خلاص مسافره ومش هتاخد معاها غير جيوتي. وفعلا جيوتي بيبدا يدور على جوجل عن شركه امن تامن نيرا اول ما توصل للهند، وفعلا بيوصل لشركه شكلها محترم وبيقرر يتواصل معاهم فورا. وفي الناحيه التانيه في الهند رام بيكون لقى شغل اخيرا وبيروح يستلمه، والشغلانه فرد امن في شركه متهالكه حالتها تصعب على الكافر، ورئيس الشركه دي هو السيد جون، واللي اول ما بيشوف رام وبيعرف انه جاي من طرف عم موسى بيرحب بيه جدا وبيقول له من دلوقتي انت واحد مننا يا بطل. واثناء وهم لسه بيتكلموا بيجي تليفون من جيوتي اللي بيطلب منهم يامنوا نيرا اول ما توصل للهند، فجون بيتلخبط وبيتلجلج لان اول مره يجي له اتصال من بره الهند والمهمه بتكون كبيره عليه. فرام بيقول له بسرعه حول المكالمه على الاستقبال
البال، وبيرد هو على جيوتي بثقة وبيقول له المهمة دي هتكلفك $1,000,000، وجيوتي ما بيفرقش معاه وبيوافق على طول. أما جون بيتصدم وبيقول له رام أنت خربت لي الصفقة يا ابني، إحنا آخرنا 60 أو 70 روبية. لكن بعدها بلحظات بيوصل له إشعار بالمبلغ كامل. وقتها رام بيرد عليه وهو مبتسم وبيقول له رد على العميل وقول له إن ده المبلغ المقدم، وبعد ما نكمل المهمة يبعت مليون كمان. وفعلا جيوتي بيوافق. وفي الوقت ده رام بيسأل جون أنت عندك فريق يقدر يشيل الشغل ده؟ فبيرد جون عليه بكل ثقة أمال أجمد فريق في الدنيا، حتى بص كده وبينادي بأعلى صوته يا شباب يلا. وفجأة بيطلعوا الشباب اللي أصغر واحد فيهم شايل نفسه بالعافية، ورام بيقلب وشه وحسه إن داخل في حفرة ملهاش قرار. وبيقول له جون بص أنا هتصرف، سيب لي المهمة دي وأنا هظبط كل حاجة وهجيب لك فريق يشرف. وفعلا تاني يوم بيروحوا يستقبلوا نيرا بأفخم العربيات، والتيم الجديد شكله جامد جدا وكانت حاجة آخر شياكة كأنهم جايين من فيلم أكشن. ولما بتوصل نيرا بيستقبلوها بالورد، لكن هي كانت كاريزما جدا وبتبص لهم بقرف وبترفض الورد وبتركب العربية من غير ما تبص وراها، وبيتحركوا بيها ناحية بيت العيلة. لكن بيقرروا يباتوا في فندق الليلة دي ويكملوا المشوار تاني يوم. وأول ما بيوصلوا الفندق بتقول نيرا لجون يعمل حسابه إنه هيخرجها بما إنه عارف كل كبيرة وصغيرة في الهند، وطبعا هو بيوافق. وبعد ما بيرتاحوا شوية بيطلعوا علشان يخرجوها، بس طلعت الخروجة عبارة عن هايبر ماركت. وطبعا هي اتصدمت وحست إن جون مبرشم، لكن دخلت تجيب شوية حاجات ناقصاها. وبعد ما نيرا جابت اللي ناقصاها وهي واقفة في طابور الكاشير علشان تدفع، لمحت ست كبيرة شكلها على قد حالها ومش معاها فلوس تدفع الثمن الحاجة اللي اشتريتها. فنيرا حست بيها ومن غير تفكير شاورت للكاشير علشان يضيف حساب الست على حسابها. والمشهد كله كان تحت أنظار رام اللي كان واقف بعيد وبيراقب، وشاف قد إيه نيرا إنسانة طيبة وجميلة. لكن فجأة النور اتقطع والناس اتلخبطت والدنيا اسودت، لكن بيرجع تاني بسرعة. ونيرا كانت محاصرة من عصابة ورافعين عليها سلاح من كل ناحية. ورام أول ما شاف كده مسك عصاية جولف كانت جنبه وكان ناوي يدخل يخليها ليلة سودة على العصابة. بس قبل ما بيتحرك لقى جون داخل عليه وهو رايق كأنه داخل كافيه مش خناق. وأول ما أفراد العصابة شافوا جون ابتدوا يهمسوا لبعض باسمه، وفي ثواني العصابة كلها جريت من المكان ومرعوبين كأنهم شافوا الشيطان بنفسه. وطبعا المشهد ده خلى نيرا تبص لجون باندهاش، وجيوتي كان على وشه علامة استفهام وانبهار كأنه شاف بطل خارق. وبعد ما خرجوا جيوتي ما قدرش يمسك نفسه وطلب من جون يتصور معاه، لكن رام الموضوع ما دخلش دماغه وسأل جون عن اللي حصل. فعرفه جون انه كان مأجر عصابة علشان يعرفوا قد ايه انهم فريق جبار ويحللوا الفلوس اللي خدوها. وبالليل بعدها بيرجعوا الفندق علشان يناموا بينزل جيبوتي يرازي في بتاع الشاي على اساس انه واحد من الفريق، وبتاع الشاي ما بيكونش فاهم حاجة وفاكر ان الراجل ده مجنون فبياخده على قد عقله. اما في الفندق بيحس رام ان في حاجة غريبة، وده لان في عصابة دخلت المكان ولبست لبس الاستاف على اساس انهم شغالين في الفندق. لكن رام بيفقسهم وبيعمل معاهم الصح وبيقف قدام واحد فيهم وبيسأله عن السبب اللي خلاه يجي هنا، فبيعرفوا انه لازم يهرب نيرا ويرجعها مكانها، وده لانها لو راحت لعيلتها العصابة هتستغلها. وبدأ يحكي له على اللي حصل في القرية بتاعت اهل نيرا، واللي حصل ان في عصابة احتلت المكان وزعيمهم اسمه سوامي، واللي كان بيقف في وش العصابة كان بيتقتل. حتى جد نيرا ما سلمش منهم واتصاب هو كمان في رجله. وبعد ما كانت القرية بتاعتهم مليانة حياة وحيوية بقت مقبرة جماعية ومفيش حد فيهم عايش مرتاح، وده كله علشان عاوزين يوصلوا لابو نيرا، وده علشان يقدروا ياخدوا منه تصريح طبي ويقدروا من خلاله يبيعوا الممنوعات براحتهم. فبينصدم رام وبيحس ان في خطر على حياة نيرا. وفي الوقت ده بيخرج جون وهو مستغرب من اللي بيحصل، وقبل اي كلمة بيلاقي في افراد من العصابة ماسكين واحدة ومغميينها. فبينصدم رام لانه فاكرها نيرا، لكن مرة واحدة بتخرج نيرا من الأوضة وبتسألهم عن اللي موقفهم هنا في نص الليل، فبيطمنوها وبيرجعوا مكانهم هما مستغربين من اللي بيحصل. وتاني يوم نيرا بتتحرك مع فريق الأمن في رحلة لقريتها وبيكون شكلها هادي، لكن قلبها كان بيقول لها اللي جاي مش سهلة. وأول ما بيوصلوا القرية بوم الصدمة بتخبطهم على وشهم ولقوا المكان متحول ولا أكنه فيلم رعب، جثث في كل حتة والبيوت متعلق عليها ناس، والهدوء اللي في المكان مرعب أكتر من الجثث اللي في كل مكان. وفريق الأمن مش مصدق، ونيرا حاسة إن قلبها طلع من مكانه. وأول ما بيوصلوا لأهل القرية فجأة واحد من أهل القرية بيجري عليها وبيزعق وبيقول لها اهربي يا نيرا دول مش بني آدمين. بس قبل ما يكمل بيطلع لهم واحد من الزومبي الحقيقيين، رئيس عصابة من العصابات واسمه فراد، ووشه كأنه طالع من فيلم أكشن من التسعينات واللي بيحب الضرب قبل الكلام. وفراد بيدي الراجل ضربة تخليه يشوف النجوم في عز الظهر وبيقول له عايز تبقى زي قرايبك؟ طب يلا استنى دورك. وبعدين بيلف
بيطفي نيرة وبيضحك ضحكة كلها سخافة وبيقول لها كويس إنك جيتي برجلك، ولو عايزة تنقذي قريتك وأهلك وجدك اللي رجله والقبر ده هات التصريح الطبي من أبوكي وإلا هنحول القرية كلها لمجزرة. وفي اللحظة دي بيظهر الجد، بس مش الجد القوي اللي نيرة متعودة عليه، لا ده جد تعبان رجله مصابة وبيتحرك بالعافية ومعاه 2 سندينو. ونيرة أول ما بتشوف كده بتجري عليه وعينها فيها دموع وقلبها بيتفرم، فبتسنده هي ورام وبياخدوه البيت. وهناك الجد بيقول لها اسمعيني يا نيرة، العصابات مش عايزين القرية دي بس، دول عايزين يحكموا العالم، ولو أخدوا التصريح يبقى احنا كده سلمنا الكوكب بإيدينا. وبيكمل الجد كلامه وبيطلب منها تهرب علشان مصيرها ما يبقاش زيهم، فبتقرر تهرب هي ورام وبيجهزوا عربيتهم وبيطلعوا في طريقهم. بس للأسف العصابة بتشم ريحة الهروب وبتبدأ المطاردة، وكانت عربيات ونار وانفجارات وواحد وقع من فوق السطح معرفش ليه بصراحة. ورام بيجري بالعربية وبيحاول يتفادى كل اللي حواليه، ولما كام شخص بيطلعوا على العربية بيخمس تخميسة رايقة من اللي بتسبب الحرايق وبيوقع فيها الكل. بس فجأة بيفرمل وبيقول لنيرة انت بتهربي ليه؟ دي بلدك، دي حكايتك، بتسيب الناس وتمشي؟ شوفي نفسك في المراية، ده مكانك واللي بتعمليه ده خيانة ولازم تقفي معاهم. وهنا نيرة بتتحمس، وده لأنها ما كانتش عاوزة تهرب وتسيب جدها، وبتقرر تنقذ قريتها بنفسها بمساعدة رام اللي بينزل وبيعمل من رجالة فراد الواجب وزيادة، واللي بيقرب منه بيخلي حياته جحيم، واللي بينزل تحت ايده مش بيطلع سليم، والكل بينوبوا من الحب جانب ومحدش فيهم بيترحم من الواجب. ورام بيدلعهم على الآخر وبيروق عليهم واحد واحد، وكل ده تحت أنظار نيرة وجيوتي وكمان جون اللي بيكون مبهور من جمدانه. المهم رام بعد ما بيعلم على رجالة فراد بيدخل على فراد نفسه وبيعرفه مين هو روبن هود الهند، وبيتفق معاه انه يديله اتاوة مقابل حياته وبيوافق فراد. وفي مكان تاني بنشوف سوامي رئيس العصابات وهو بيتضرب، لكن اول ما الزعيم بيشرب من الصنف بتاعه بيعجبه وبيقرر يشتريه منه وبيخليه يكلم ديفيد الراس الكبيرة. وسوامي بيعرفه انه عايز السوق يكون في ايده ومش فارق معاه الفلوس. وبعد ما كان فار مبلول من شوية وبيتضرب وهو ساكت بقى ليه اسم وسط تجار الحشيش، وبيكسر عظم الراجل اللي كان بيضربه وبيخرج بكل كبرياء من المكان وبيرجع على القرية في البيت اللي سرقه من اهله، وبيتكلم مع فراد اللي بيكذب عليه وبيقول له انه جاب نيرة بنفسه وسايبها في بيت على الجبل. لكن سوامي بيكون عارف الحقيقة وبياخد فراد على قد عقله، وده علشان يعرف اخر كذبه ايه. اما نيرة في الوقت ده تقريبا كانت بتبدأ قصة حب مع رام، وكل واحد فيهم بيحس بإعجاب باتجاه التاني، لكن لسه محدش فيهم كشف ورقه. فهل حبهم ده ليه نهاية ولا هيخلص قبل ما يبدأ؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية. وبنرجع عند سوامي اللي بيطلع يقابل الوزير، وبيقعد الوزير يتكلم معاه عن الاتفاق اللي اتفقوا مع ديفيد، وهو بيدور على حل علشان يقدروا يطلعوا البضاعة من الهند بكل سلاسة، وده من غير ما الحكومة تاخد بالها. ووسط كلامهم بيدخل عليهم رام ونيرة دخلت نينجا وبتقعد قدام سوامي وبتحط له شيك على بياض وبتقول له اكتب اللي نفسك فيه بس سيب القرية دي وامشي. فالحركة دي بتعصب سوامي جدا وبيطلع سيف من جنبه وبيخبطه على الترابيزة فوق الشيك. فالحركة دي بتخلي نيرة قلبها يقع في رجليها ومن الصدمة بتتسمر مكانها، فبيسندها رام وبيحطها في العربية وبيرجع يتكلم مع سوامي وبيهدده وبيعرفه انه مش هيسيب القرية بالسهولة دي، وبيحاول يشككه في وفاء فراد ليه، وده علشان ما يأمنش لحد من رجالته تاني. ومن الآخر كده بيلعب على الوتر الحساس، فبيهدي الوزير سوامي قبل ما يأذي رام اللي بيقول لفراد ان في كاميرات في كل مكان، وسوامي عارف كل تفصيلة بتحصل في غيابه. ورام بيسيب المكان وبيمشي بكل كبرياء وغرور وبيرجع هو ونيرة لمكانهم من تاني. وفي بيت جد نيرة بيكون جيوتي وجون بياكلوا، وجيوتي بيشرب مية الصرف على أساس إنها شوربة وجون بيضحك عليه. وأول ما بتدخل نيرة البيت بترحب بيها عمتها وباقي بنات العيلة، لكن قبل ما تطلع أوضتها بيوقفها جدها اللي بيكون متضايق إنها رجعت، لكن بيتدخل رام في الوقت ده وبيقول له إن نيرة فرد من العيلة ولازم تحارب زيها زيهم علشان عيلتها تفضل بسلام، وبيقول له كام كلمة كده بيأثروا فيه وفي باقي العيلة لدرجة إنهم بياخدوا نيرة في حضنهم وبيسيبهم رام وبيخرج بره. وتاني يوم بتروح نيرة تتكلم مع أهل القرية وبتحاول تحمسهم وتشجعهم إنهم يدافعوا عن القرية معاها، لكن محدش فيهم بيهتم لأنهم خايفين من أذى سوامي وبيسيبوها وبيمشوا. فبتقف تاكل في نفسها مع رام اللي بيخطط معاها، وبيقرروا إنهم يهكروا تليفون سوامي وكل عصابته، وده علشان يقدروا يتحكموا فيهم. وفعلا رام بيكلم صاحبه وبيطلب منه يهكر تليفون سوامي وتليفونات عصابته كلها، وفعلا ده بيحصل. وفي نفس الوقت بيكتشف سوامي وعصابته اللي حصل وإن موبايلاتهم اتهكرت، وبيحاولوا يعرفوا مين ورا اللي حصل لكن من غير فايدة. وفي آخر اليوم بيقف رام يراقب نيرة وهي بتتكلم في التليفون بإعجاب، لكن جيوتي بيقفشه فبيعمل فيها مشغول وبيتكلم في التليفون هو كمان، لكن بيكون مفقوس جدا وبيقول جيوتي لنيرة اللي حصل وهي بتنادي على رام
وبتقرر تلعب معاهم لعبة الصراحة، وده علشان تعرف الحقيقة. وفعلا بيتجمعوا، المهم بيبدأوا يلعبوا، وكل واحد من خلال اللعبة بيعبر عن مشاعره للتاني بطريقة غامضة. وبيكون جيوتي وجون تقريبا قاعدين يحيوا الليلة ولا ليهم أي لازمة في قعدة الحب دي. أما عند سوامي بيكون واقف مع الوزير وبيحاولوا يلاقوا حل علشان يوصلوا البضاعة لديفيد، وده من غير ما حد يعرف الميعاد، وده لأنهم متهكرين وخايفين يبعتوا أي حاجة ويتكشفوا. فبيفكر وقتها سوامي في فكرة جهنمية، وبيقرر يبعت فلوس على نفس الرقم اللي قدر يخترق حساباتهم. وفعلا عمل كده، ومجرد ما الفلوس وصلت للرقم ده حولها لدار الأيتام. بس يسكت سوامي، لا طبعا، بيبعت رجالته يهدوا الدار الأيتام على اللي فيها. وفعلا رجالته بدون أي رحمة بيضربوا الأطفال وبيجروهم، وبيعملوا كده كمان مع المربيات اللي بتخلي بالها من الأطفال، وبيتهجموا عليهم وبيضربوهم، ومش بيخلوا حد في المكان سليم. وبيبعت الكلام ده كله للرقم اللي اتحول عليه الفلوس، واللي هو رقم رام طبعا. واللي أول ما بيشوف اللي حصل ده بيكلم صاحبه بسرعة وبيقول له يحط صورته على الحساب، وده علشان يبقى هو هدف سوامي مش الدار. وفعلا صاحبه بيعمل كده، وسوامي أول ما بيشوف الصورة بيبعت رجالته لبيت جد نيرة، وده علشان يجيبوا رام وجد نيرة معاه. وبتحس نيرة وكل اللي في البيت بالقلق، فبيتجمعوا كلهم في مكان واحد علشان يقدروا يخلي بالهم من بعض. لكن بيلاحظوا غياب الجد وبيبدأوا كلهم ينادوا عليه وبيدوروا عليه في كل مكان. لكن جون في الوقت ده بيعرفهم ان رام كمان مش موجود، ومعنى كده انه اكيد مع الجد، فما يقلقوش عليه لانه اكيد الجد في امان معاه. وفي المخزن بتاع سوامي بنشوف بطلنا رام وهو تقريبا شبه مغمى عليه، وبيفوق بسبب تأثير المخدر، وبيكون واضح عليه ومش بيقدر يتحرك. لكن اول ما بيشوف الجد مربوط قدامه ما بيقدرش يتحكم في اعصابه، وبيكون هيهجم على فراد، لكن بيجي حد من وراه وبيخبطه على دماغه. والغريب ان رام مش بيحس بحاجه، وبيبدا هو كمان يخبط دماغه، وبيقول لفراد ان بسبب المخدر اللي هو اداهوله ما بقاش حاسس باي حاجه، وده هيساعده جدا. وبيبدا يضرب فيهم بكل شراسه وشجاعه وكانه مش متخدر تماما. وعلى الرغم من ان دماغه تقيله والموضوع صعب عليه، الا ان اي حد بيجي تحت ايده مش بيسمع عليه، وبيضرب وبيقتل فيهم. ووسط المعركه الشرسه دي بتقع منه محفظته قدام الجد، اللي اول ما بيشوف الصوره اللي فيها بيفتكر رام، وبيعرف انه نفس الطفل اللي قابله زمان وهو صغير، وهو اللي وداه دار الايتام وكان بيعتبره زي حفيده. فبيتاثر جدا وبيفرح في نفس الوقت، لكن بيكون خايف على رام وبيناديه باسمه. فرام بينصدم انه عرف الحقيقه، لكن بيكمل ضرب في كل اللي حواليه، حتى فيراد بينوبه من الحب جانب، وبيخلص على كل اللي في المكان. وبيقعد وهو تعبان من المجهود الجبار اللي عمله، وبيفتكر وقتها الراجل اللي دخله عربيه الاسعاف، واللي حكايه القريه بدات من عنده لما قال لرام كل حاجه. فبدا رام من بعدها خطته اللي كانت بتشمل استقبال نيرة، وكمان كل حاجه حصلت من بعدها لحد دلوقتي. ووسط ما العيله فرحانه برجوع الجد وكمان رام، بيسمعوا صوت سوامي من مكبرات الصوت اللي حواليهم، وهو بيعرفهم ان عامل فيديو ليهم بانهم تجار الحشيش اللي في القريه، وكل واحد فيهم هيروح ورا الشمس، وده لو ما جوش حالا وادوا له التصريح الطبي اللي هو عايزه. فبتخاف نيرة جدا وبتقرر تروح، وبتاخد معاها باقي الموجودين. واول ما بيوصلوا لسوامي بيجبر رام يحضنه، وده لانه عاوز يخلص عليه بايده. لكن رام بيستغل شك سوامي في فراد وبيغمز له، والحركه دي بتخلي سوامي يسيبه وبيرمي له التقرير، وبيطلب منه يسلم هو بنفسه البضاعه لديفيد، والا هينشر الفيديو ويدمر القريه. فبيوافق رام وبيطلع بالبضاعه. وتاني يوم بتيجي مكالمه لسوامي وبيعرف منها ان ديفيد هيخلص عليه، وده لان البضاعه ما وصلتش. فبينصدم وبينزل على تحت جري يدور على رجالته، لكن بيلاقي رام مستنيه وبيعرفه ان كل رجالته باعوه وسافروا علشان خايفين على حياتهم. والكلام ده بيعصب سوامي جدا، وبيحاول يخلص على رام لكن مش بيقدر يلمسه. ووسط مطاردتهم بتقع السكينه وبتشق في ظهر سوامي، فبيتعصب وبيقرر يرمي الشطه في وش رام، وده علشان يعميه. لكن رام بيشغل المروحه اللي بترجع الشطه لسوامي، وبيشرب رام قدامه بكل استفزاز، وكمان بيرمي عليه المشروب وبيكسر به الجسر وبيمشي. لكن فجاه بيسمع صوت مسدس من وراه، ولما بيبص بيلاقيه سوامي لكن المسدس من غير طلق. وفي الوقت ده بتيجي طلقه من مسدس المحقق فيكتور واللي بيقبض على سوامي، وفكره هو روبن. وده كله بسبب ان رام حط صوره سوامي على الحساب اللي حول فلوس للدار، وبكده يكون طلع من كل التهم المتوجهه له زي الشعره من العجينه. اما سوامي بيروح له ديفيد السجن وبيعمل معاه الصح والسليمه. وهنا بينتهي فيلمنا، ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا، بس مش نهايه ملخصاتنا اكيد. ولو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.